يا قيوم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب أسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني. اللهم لا تشمت أعدائي بدائي واجعل القرآن العظيم دوائي وشفائي. أنت ثقتي ورجائي واجعل حسن ظني بك شفائي. اللهم ثبت علي عقلي وديني وبك يا رب ثبت لي يقيني وارزقني رزقا حلالا يكفيني وأبعد عني شر من يؤذيني ولا تحوجني لطبيب يداويني. اللهم استرني على وجه الأرض اللهم ارحمني في بطن الأرض اللهم اغفر لي يوم العرض عليك. بسم الله الرحمن الرحيم طريقي والرحمن رفيقي والرحيم يحرسني من كل شيء يؤذيني. اللهم إني أعوذ بك من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. اللهم إني أسألك بقدرتك التي حفظت بها يونس في بطن الحوت ورحمتك التي شفيت بها أيوب بعد الابتلاء ألا تبقي لي هما ولا حزنا ولا ضيقا ولا سقما إلا فرجته. وإن أصبحت بحزن فامسيني بفرح وإن نمت على ضيق فايقظني على فرج وإن كنت بحاجة فلا تكلني إلى سواك وأن تحفظني لمن يحبني وتحفظني أحبتي. اللهم لا تحملني من كرب الحياة ما لا طاقة لي به وباعد بيني وبين مصائب الدنيا وتقلب حوادثها كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم بشرني بالخير كما بشرت يعقوب بيوسف
وبشرني بالفرح كما بشرت زكريا بيحيى. رب ها أنت ترى مكاني وتسمع كلامي وأنت أعلم بحالي. رب شكواي لك لا لأحد من خلقك، فاقبلني في رحابك في هذا اليوم المبارك. رب إني طرقت بابك فافتح لي أبواب سماواتك وأجرني من عظيم بلائك. اللهم سخر لي عبادك الطيبين من حولي وسهل لي أموري وارزقني من حيث لا أحتسب. رب بحولك وقوتك وعزتك وقدرتك أنت القادر على ذلك.